بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واسهل واسرع طريقه تعملوا بيها الخيار المخلل في البيت. هنعمله بطريقه سهله وسريعه واقتصاديه، وفي يوم واحد بس هيكون خلصان وجاهز معاكم. بجد حلو جدا وسهل وسريع، ومن المخللات الحلوه جدا اللي تقدروا تعملوها في البيت. يلا بينا نشوف هنجهز الوصفه بتاعتنا ازاي. معايا تقريبا ده كيلو من الخيار، او كيلو وشويه، يعني على حسب الكميه اللي انتوا عايزين تعملوها. ومعايا فلفل اخضر وفلفل حار، ومعايا ليمون، ومعايا 4 فصوص من الثوم. هنبدا. طبعا انا الخيار غسلاه كويس جدا. اهم حاجه نتاكد من نظافته. غسلاه بميه وملح عشان بس اتاكد من ان هو ده غسل كويس جدا ونظيف. هنبدا بقى نشيل الزياده اللي فيه من فوق كده بالراحه. حاجه بسيطه جدا منها. وهنبدا نعمل فيها خرام بالسكينه او بخله، اي حاجه سنها رفيع عندكم تقدروا تعملوا بيها خرام رفيعه كده في الخيار. ده بيساعد على التخليل بسرعه جدا، ويستوي معاكم اسرع. هنعمل الكميه كلها بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كمان هنجيب الفلفل بقى ونقطعه كده شرايح، ما تخلوهاش رفيعه قوي ولا تخينه قوي، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الفلفل تقدروا تستخدموا اي نوع فلفل، كمان لو حابين تزودوا فلفل حار كمان مع الخيار هيبقى حلو جدا، هيستوي برضو معاكم بسرعة. هنبدأ بقى نجهز المحلول الملح بتاعي. معايا 4 معالق كبار ملح خشن، وهنحط كمان 3 معالق كبار من السكر، ومعلقتين من الخل الابيض. السكر اللي احنا حطيناه هنا هيوازن الطعم ويدي طعم حلو جدا للخيار، وهيخلي كمان الخيار معانا مقرمش وحلو جدا. هنقلبهم بقى كده كويس جدا لحد ما السكر والملح يدوبوا مع الميه. هنبدا بقى نجيب البرطمانات بتاعتنا، طبعا غسلينها كويس جدا ومعقمينها بميه سخنه. هنبدا نحط الخيار بتاعنا في البرطمان على حسب بقى البرطمان ياخد كميه الخيار. لو عندكم طبعا برطمان اكبر من كده تحطوا فيه الكميه كلها مع بعض زي ما انتوا عايزين برضو. وهنوزع بقى، هنحط فيها الفلفل الاخضر والفلفل الحار اللي احنا حطيناه، وشرايح الليمون. وهنحط فصين بقى في كل برطمان، هنحط فصين 2 بس من التوم. هنسيب التوم كده يا بنات صحيح زي ما هو، مش هنهرسه ولا حاجه. وكمان اللي هيدي بقى طعم حلو جدا للخيار هو ورق النعناع. بجد الورق النعناع مع التوم بيدي طعم حلو جدا، بيخلي الخيار في حتة تانية خالص. جربوا النعناع والتوم في تخليل الخيار، وبجد هيعجبكم والله يا بنات. زي ما عملنا في البرطمان الاولاني هنعمل في البرطمان التاني. حطينا كمية الخيار والفلفل وشرايح الليمون والثوم، وهنحط بردك ورق النعناع. وهنجيب المحلول الملح اللي جهزناه مع بعض، هنحطه في البرطمان كله لحد ما المية تغطي الخيار كله من فوق. خلاص كده بيكون كده جاهز بقى معايا. هنقفله كويس جدا، اهم حاجة نتأكد من قفله. وهنسيبه بقى كده لحد تاني يوم. يعني انا في يوم طبعا الجو حر فهو استوى بسرعة جدا. احنا عارفين احنا في الصيف، طبعا لو احنا في الشتاء بيختلف. وبنسيبه طبعا بره التلاجة، ما بنحطوش في التلاجة. شايفين يا بنات شكله عامل ازاي؟ هنسيبه لتاني يوم بالظبط، يعني في 24 ساعة بالظبط كان جاهز معايا. انا فتحت تاني يوم انا لقيت لونه اصفر، واول ما اصفر انا فتحت عليه على طول. ده كده كان شكله تاني يوم. وزي ما قلت لكم انا كنت سايباه بره، ما بنحطهوش في التلاجة طبعا. الحر بيسرع عملية السوا بتاعته. شايفين شكله بنات عامل ازاي؟ هوريهولكوا دلوقتي، هفضيه وهوريهولكوا شكله عامل ازاي من جوه. مستوي ومقرمش وطعمه حلو جدا. الخيار المخلل من المخللات الحلوة جدا اللي احنا بنحبها، مع سندوتش طعمية، مع سندوتشات الشاورما. تقدروا تاكلوه مع اي حاجة، بيبقى حلو جدا. شايفين يا بنات المية بتاعته صافية ازاي، ولا عمل ريم من فوق ولا اي حاجة. الخل والسكر كان طبعا مادة حافظة ليه، فما بوظتهوش ولا عملت له ريم من فوق ولا اي حاجة. وطبعا احنا ما سيبناهوش كتير في التخليل،
يعني زي ما قلت لكم انا تاني يوم اول ما اصفر بالظبط فتحت عليه، كان تاني يوم على طول. شايفين شكله كان عامل ازاي من جوه؟ ومش قادره اقول لكم والله مقرمش ازاي. وطبعا اللي مخليه مقرمش كده هو السكر. وكده خلاص اكون انا كده وصلت معاكم لنهايه الفيديو. جربوه وقولوا لي رايكم فيه. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده.